عبث الوليد عبثت بالكلمات، فاستوحي لي من عاطر الشذرات. تربت يداي فما نحلت صداقها، ومهورهن سوابق العزمات. وإليه يصعد طيب الكلمات، والعمل الذي يرضى إلى صعدات. فإذا صفى لله سالف شأنها، فجزاؤهن منازل الغرفات. من أجل ذلك كنا هنا، من أجل عروس مهرها كثير، ورسالة قدرها كبير، من أجل كلمة نريد لها أن تخضر في أرض الحقيقة، وأن تنطلق أغصانها وفروعها، وأن تؤتي أكلها كل قصيدة بإذن ربها. ثم إن جوابا رشيقا يسبق سؤاله إلى خاطري. كيف لنا في الجمعية الدولية للشعراء العرب أن ننسى تعب الليالي والأيام فور وصول أول طلائع هذا الجمال؟ ثم يأتي جواب آخر لسؤال كان سيكون: كيف نصبح نحن ضيوفكم وأنتم من جاءنا من بعيد؟ ولكن أقول في نفسي: كما أن للحب طريقته في حل كثير من الألغاز، فهو كذلك كفيل بالإجابة على كثير من الأسئلة. وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. منذ 4 سنوات كان اللقاء هنا في كلية الإلهيات في جامعة مرمرة، وكانت الصيحة التي شقت طريقها في فضاء الحرية من هنا. إن صداها ما يزال يملأ أركان هذا المسرح وأبعد أبعد. لا تكتب الكلمات هذا الصدى، لا تكتب الكلمات إلا واثقاً أن تبلغ الكلمات ما بلغ المدى. إن لم تذب في كل حرف مرة يبست شفاه الشعر أو يبس الندى. هذه حروفك، مت لتحيا حرة، ما لم تمت من أجلها ذهبت سدى.